عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. الأهلي وقرار حاسم. الأهلي وقرار حاسم بشأن النجم أقطاع عبد الله الذي تألق في مباراة الأهلي والنصر الودية وسجل هدف، وصنع الآخر لاعب إنبي المهاجم المميز جدا. الأهلي رسميا قطاع عبد الله هو المهاجم الثاني بالنسبه للاهلي بعد سفيان بن جديده. اصل الاهلي عنده اكثر من 4 مهاجمين بسم الله ما شاء الله دلوقتي، بسفيان بن جديده وقطاع عبد الله ومنصف بكرار ونايتد جرادي اشار اللاعب السلوفيني اللي كان هيرحل او اقترب من الرحيل عن النادي الاهلي على سبيل الاعاره الى سيراميكا كليوباترا. ان الاهلي عنده 5 نجوم محترفين اجانب، والاتحاد الكره حاضر اخرهم 5 من ال6، ونايتد جراديشار هو السادس هيرحل عشان يبقوا 5، منصف بكرار وسفيان بن جديده وكمان محمد علي بن رمضان واشرف بن شرقي ويوسف بالعامري. ادي ال5. نايتد جراديشار هيرحل، قطاع عبد الله لاعب محلي لاعب مصري لاعب انبي المهاجم المخضرم المهاجم المرعب المهاجم الصغير في السن لسه يتالق مع الاهلي باذن الله ما شاء الله باذن الله، ولاعب مميز جدا بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب صغير ولعيب هينفع الاهلي في المستقبل، لان الاهلي خلاص عند حته الهجوم دي ارتكزت عند الاهلي حته الهجوم اللي كان خايف منها الاهلي، خلاص بيجي الزحمه النجوم كتروا في الاهلي في الهجوم، وخلاص الاهلي رسميا هيلاعب برشلونه في في كاس خوان غمبر. الاهلي يواجه برشلونه ومضى عقود اللعب مع برشلونه في كاس خوان غمبر يوم 19 اغسطس. مباراه الاهلي وبرشلونه استنوها مباراه للتاريخ، مباراه ممتعه بين الاهلي المصري وبرشلونه الاسباني، مباراه مميزه جدا. الاهلي هيلعب بصفه انه هيعمل معسكر في اسبانيا، وبرشلونه هيلعب في اسبانيا في الكامبيونيو في اسبانيا على هينس فليك الوجه عموته اسف يعني، والمباراه هتطلع بصوره مميزه جدا يعني عموته وهينس فليك مباراه للتاريخ. انتظروها يوم 19/8 بعون الله، وهتتذاع ان شاء الله على اون سبورت او قناه الاهلي مجانيه او على بين سبورت المفتوحه، يعني باذن الله مباراه على كاس خوان غامبر، وهو كاس يعني مش مباراه وديه بس يعتبر وديه دوليه. والاهلي رسميا هيعلن رحيل نايتد جراديشار اللاعب السلوفيني الى سيراميكا زي ما قلنا، وان شاء الله الاهلي هيعمل مباريات للتاريخ في دوري ابطال افريقيا والدوري والكاس والسوبر. دوري ابطال افريقيا انا قلت دوري ابطال افريقيا ان الكاف بيناقش هذه الفكره، لا يتم رفضها ليتم قبول بيان هنا بريده ويزود مقاعد دوري ابطال افريقيا. الامر كله لحد دلوقتي معقد بالنسبه لباتريس متسبي، ان باتريس متسبي عاوز ينفذ القرار والمكتب التنفيذي رافض هذا القرار بسبب الاجنده الدوليه الافريقيه وبسبب الرزنامه اللي دخل عليها الكاف، دوري ابطال وسوبر افريقيا ودوري وكونفدراليه والزحمه اللي عنده والزخم اللي عنده في البطولات الافريقيه. مع ضيق الوقت المكتب التنفيذي الرافض، بس باتريس متسبي مرحب بهذا الفكره تماما. باتريس متسبي مرحب بهذا الفكره لان يعمل شغف ويعمل متعه لدوري ابطال افريقيا، مثل ما هو قال اني انا هطور الكره الافريقيه، ولحد دلوقتي مش شايفينش اي تطوير في الكره الافريقيه. اذا طور الكره الافريقيه ياخذ خطوه جاده نحو زياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا. الزمالك مهاجم الزمالك يرفض الرحيل عن النادي. مهاجم الزمالك يرفض الرحيل. سيف الدين جزيره مهاجم الزمالك رفض خلاص الرحيل عن نادي الزمالك. الافريقي التونسي بعت عرض احتراف لنجم الزمالك للانضمام اليه والانتقال الى الافريقي التونسي. بالمناسبه الافريقي التونسي حصل على الدوري التونسي وهيلعب في دوري الابطال، والزمالك حصل على الدوري المصري وهيلعب في دوري الابطال، وهيشاركوا الاثنين في دوري ابطال افريقيا، رغم سيف الدين الجزيري تمسك بالبقاء في الزمالك ورفض الانضمام الى الافريقي التونسي. سيف الدين الجزيري رفض الانضمام الى الافريقي التونسي رفض تام. النجم الزمالك سيف الدين الجزيري يرفض الانتقال والانضمام الى الافريقي التونسي، اللي بالمناسبه لعب له هو وصغير قبل ما يجي الزمالك ولعب لفريق تونسي اخر
على ذاكرتي يعني على ما اتذكر، الاهلي والحسين عموته. احنا ذكرنا الحلقه اللي عدت يعني ان الحسين عموته عمل مباراه تاريخيه مع الاهلي امام النصر، واكتسح النصر 5-1 او 6-1. الاجوان لحد دلوقتي ما حدش يعرف 5 إلا 6، لان المباراه ما اتذاعتش، والعمود كان مكتم على الفرقه خالص يعني، وما كانش مدي اي وراح للاعلام المصري ولا اي السوشيال ميديا لمعرفه النتيجه او اللعبه او الخطه. عمود هنبتدي نعرف خطته من معسكر اسبانيا اللي هينطلق يوم 6/8 19/8 بمباراه تاريخيه مع برشلونه. برشلونه والاهلي مباراه تاريخيه احنا ذكرناها اول حلقه، مباراه تاريخيه تنظروها، مباراه للتاريخ. هانس فليك وحسين عموته، وكمان امام عاشور واحمد سيد زيزو ويوسف برعام ومنصور بكرار وسفيان بن جديده، امام دانو اولمو ولامين يامال وبيدرو بور وكمان كوبارسي، وكمان الفريق الاهلي امام فريق برشلونه، فريقين مزحمين وانه مزخم في اللعيبه، يعني ما فيش لاعب صغير في الفريقين. اقطاع عبد الله نجم كبير، وعلي محمود نجم كبير، وسفيان بن جديد ومنصور بكرار. الاربع صفقات اللي قالوا الاهلي لحد هذه اللحظه. الاهلي يقترب من الاعلان عن صفقه خامسه، وهي صفقه خط وسط. بيقال انه لاعب من الدوري المصري، لاعب طارق علاء فريق ضد جناح يعني، طارق علاء من فريق ضد يقترب من الاهلي، ما يقتربش من الاهلي. بيراميدز بيفاوضوا، بيراميدز ما يفاوضوش. بيراميدز خلاص طار الى تركيا لعمل معسكر في تركيا، واعلن القائمه. لحد دلوقتي اللي ما عملش اعداد ولا عمل معسكر لحد هذه اللحظه، لحد دلوقتي الزمالك ما اعلنش عن اي صفقه، ومش هيعلن على اي صفقه بسبب وقوف القيد التاديبي صلاح مصدق. هو الزمالك حل الرخصه الافريقيه، وحصل على الرخصه الافريقيه بعد ازمتي نضاي والكسندريا الاوكراني، والزمالك خلاص اخذ الرخصه الافريقيه. بس جدل الرخصه الافريقيه ونفي الكسندريا، جدل الرخصه الافريقيه اللي الزمالك حصل عليها، وهشام نصر طلع قال ان حصلنا على الرخصه الافريقيه، وفي الاخر الكسندريا الاوكراني فريق اخوان الفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك رفض هذا الكلام، وقال ما حدش فاضنا على جدولة المستحقات، والزمالك ما اعلنش، والزمالك ما بعت لناش اي دفعه من المستحقات. ورفض نفي الكسندريا الاوكراني ان الزمالك اساسا ما وصلش معنا لحل هذا الازمه ويحصل على الرخصه الافريقيه. الزمالك خلاص في طريق الى حل الازمه الماليه، وبالفعل حل الرخصه الافريقيه بالفعل حلها. بس هشام نصر اللي طلع وصرح، وربنا يشفيه ويديه العافيه.